بسم الله. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل الحجازية الاسكندراني، هنعملها بطريقة سهلة وسريعة. هنا معانا المقادير كلها عبارة عن دقيق، كوبايتين دقيق سميد، كوبايتين دقيق ابيض، معلقة خميرة، قرفة، علبة قشطة، كوباية سكر، نص نص كوباية زبدة. هنا هنحط الخميرة، معلقة الخميرة مع نص كوباية المية مع معلقة السكر. انا السكر هنا منعماه علشان السكر كان خشن عندي قوي. وبعد كده ايه، هنبتدي نحط المكونات مع بعضيها. هنا كوبايتين الدقيق وكوبايتين السميد، وهننزل بيهم دلوقتي كوباية السكر، نص كوباية الزبدة، وبعدين هننزل 3 معالق الزيت. اختياري، عايزة تحطيهم وتزودي معلقة سمنة حطي. وهنا كوباية القشطة برضك اختياري، عايزة تحطيها وتحطي مكانها زبادي ممكن تحطي. هنلفهم لفة بسيطة كده مع بعض، مش هنعجنهم عجن كده هوت، لحد ما الخليط كله يتجانس مع بعضه. هنفضل بالمعلقة كده لحد ما كله يشرب مع بعضه كده هوت. وبعدين نص كوباية الخميرة بالمية، هننزل برضك هنقلب بالراحة لحد ما الخليط كله يشرب. وبعد كده ايه، بعد ما يشربوا كده هوت نبتدي نحضر ايه العجينة اللي هي ايه الرملية اللي بتتحشى في النص. عبارة عن كوباية سميد مع معلقتين قرفة كبار مع كوباية سكر صغيرة. وهنبتدي ننزل مية ايه بسيطة بسيطة كده هوت، مش كتير، يعني 3 معالق كده من المية او 4 معالق. لو زي ما انتوا شايفينها كده هوت، اهي بقت عاملة زي العجينة الرملية كده هوت، خفيفة، مش عايزينها عجين علشان ما تلبكش معانا في النص. شايفين هي كده دلوقتي السمك بتاعها. هنعملها عريضة شوية، يمكن انا كنت عاملاها قبل كده في صاج، كنت عاملاها من كام سنة، كانت رفيعة. فانا المرة دي استسهلت وقلت اجربها في البايركس كده هوت. هتطلع معايا عريضة شوية بس هيبقى برضك طعمها حلو. واللي حابب يرفع، كل ما ترفعيها كل ما تزودي كبري في الصاج. وطبعا دي الحشوة اللي هي في النص، القرفة والسكر والسميد. وحطيت حبة مكسرات كده هو زي عين جمل في النص، حابة تحطي حطي، او مش حابة خلاص عايزة تحطي مكسرات حطيها. كده هنبتدي نعملها بقى، نشكلها بالشوكة وندخلها الفرن، وندخلها على درجة حرارة 200، ونبقوا مراقبين الفرن معانا برضك. وبعد كده هتطلع معانا بالشكل دوت. شايفينها حلوة ازاي؟ تشربيها مع كوباية شاي، حاجة حلوة وسهلة وخفيفة، وتنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع في اي مناسبة. وألف هنا.